أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليت مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، دي الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين، فاكرين العمر الدافي، شايلين في القلب حنين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما عليك مش فوق، مش ممكن يوم نتغير، الدنيا غروب وشروق. أنا مهما كبرت صغير، أنا مهما اليوم والأمس وبكرة في عيونكم كانت فكرة، شايلين في القلب الذكرى، باين في عنينا الشوق. يا عيون بالحب توافي، فاتت أيام وسنين. ما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. مهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. ومهما نقول مش كافي، في قلوبنا انتم عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا اساتذه، للعام الثاني على التوالي بنعمل الحفله دي. عملناها السنه اللي فاتت، عملناها استشهاد في مصر السنه اللي فاتت، تكريم الطالبه مي اسامه. العام الثاني على التوالي بنكرم كمان 3 طلبه، استاذ تقريب الاولى على المحافظه، محافظه الجيزه، والدكتوره هبه الثالثه على المحافظه، الدكتوره مها الثالثه على مدرسه الابطال. وان شاء الله باذن الله كنا نعملها ثاني السنه الجايه، واكيد ان شاء الله هنعملها. نبدا الحفله ان شاء الله باذن الله بكلمه الاستاذ شريف المصري. السلام عليكم الاول. طبعا اولا قبل ما اتكلم عن الطلبه، انا بحب اشكر اولياء الامور على حسن التربيه وعلى العلم اللي هو شايفينه احنا في ولادهم. والحفله اللي انا عملتها لمي كانت فيها المجموعه اللي قاعده دي، فهم طبعا شافوا حفله مي، وفي نفس الوقت انا حبيت اجيب بعض الناس الاخرين علشان انتوا كمان شايفينهم، يبقى هو قدام عينيكم الرؤيه. واتمنى ليكم جميعا ان انتوا تمشوا بنفس المستوى. والناس دي كانوا زيكم بالظبط، ولكن هم ربنا كرمهم وقدروا يوصلوا للحلم اللي هم عايزينه. وانا فعلا بشكر اهاليهم اولا على حسن التربيه، فعلا ربنا يكرمكم بيهم علم واخلاق وتربيه بشكل راقي جدا.
واتمنى لهم الحفاظ دائما على المستوى ده. يعني انا ببارك لمي اولا على ان هي قدرت السنه دي في الكليه بتاعتها تجيب امتياز وتاخد الكارير اللي هي عايزاه انها تقدر توصل، لان هي عايزه تبقى دكتوره في المجال بتاعها. اما الاطباء بتوعنا بقى فانا فعلا فخور بيكم جميعا، واتمنى يا رب كده اشوف كل الطلبه بنفس المستوى كده ان شاء الله، ربنا يوفقكم. عايز بقى هم بقى كمان يكلموكم، وهم اكتر ناس يقدروا يوضحوا لكم الرؤيه ويقدروا يعرفوكم ازاي تتعاملوا في الفتره الجايه، ويا ريت تسمعوا منهم لان هم فعلا مروا بالتجربه دي. ويا ريت كل الناس اللي واقفين يبقوا شايفين نفسهم كده. اتمنى ان اشوف منكم حد في نفس الشكل دوت في نفس الحفله دي السنه الجايه باذن الله. شكرا تفضلي. شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مها رمضان، اولى طب القاهره. اول حاجه انا عايزه ابدا بيها قبل اي حاجه ان فعلا في دور في حياه الواحد، يعني ما ينفعش الواحد ينكره، لازم يكون واحد مقدر لاي حد شارك في حياته. طبعا اكيد اولى حد بالكلام ده اكيد هم الاهل والمدرسين اكيد، لان فعلا بجد تعبوا معانا جدا. اكيد طبعا الام والاب دول يعني احلى حاجه في حياه الواحد، يعني نقطه مفروغ منها. بس في ناس بقى مظلومه بجد اللي هم المدرسين. في ناس فعلا ما بتقدرش قيمه المدرس اللي بيديلها. انا عايزه اقول لكم انا كنت بدافع عن المدرسين اللي انا باخد معاهم، لدرجه ان ممكن اصحابي مثلا لو واحده مثلا قالت كلمه في النص ممكن تكون في ناس بتفتكرها كلمه عاديه يعني، انما ممكن يقولوا لي ايه هم مثلا قرايبك، هم مش عارف ايه يعني. للدرجه فعلا انا كنت بحب الحته دي، انه يعني وما زالت يعني ان هو لا، المستر ده ليه دور في حياتك. يعني ما ينفعش ان انا طلعت جبت درجه معينه فانسى الشخص اللي ليه دور في حياتي. دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه بقى عايزه اقولها ان لازم اعرف ان الثانويه العامه دي مش سنه يعني اللي هي خرافيه، هي زيها زي اي سنه في حياتك، وهتلاقي ان هي تدرج طبيعي للدراسه اللي انت بتاخدها. يعني مش مره واحده هيدوك حاجه انت عمرك ما خدتها، يعني عادي تدرج لعقلك الطبيعي، يعني يمكن كمان في حاجات اقل من مخك يعني. بس المشكله فيها هي الضغط النفسي، بس هو دي المشكله والله اللي عامله مشكله لنا كلنا. لكن انت لو قارنت بينها وبين اي سنه ثانيه مش هتلاقي يعني اللي هو النقله الفظيعه في حياتك في العلم يعني او كده، بالعكس يعني. فمش هقول لك بقى يتعب في ثانوي هترتاح بعدين، طبعا الكلام ده هزار يعني مش بجد. بس يعني ايه اللي هقوله ان فعلا هي الفتره دي هي فتره التحول، يعني اللي انت بتقرر فيها، فانت اتعب فيها وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يعني حاول تتحكم فعلا في رغباتك، عايز تلعب زي الناس الثانيه، عايز برضه تتفرج، عايز مش عارف ايه، الكلام ده مهم جدا وانا مش مع الكبت ولا اي حاجه. بس احنا دلوقتي في شهر 3 يمكن كمان قربنا على نصه، فدلوقتي خلاص بقى هي فتره الخطر خلاص، يعني اللي هو بقى تقفيل بقى على النفس وكده، والواحد بقى يبدا يركز في الحاجه اللي هي بقى خلاص مستقبلك. يعني اعتقد يعني ايه تاني، يعني ماشي في حاجات طبعا كتير مهمه في الحياه، بس الفتره دي اعتقد مش هتتعوض تاني. فانت لما تركز فيها وتعمل بعد كده بقى اللي انت عايزه، مش هتعمل اللي انت عايزه بس يعني برضه يعني هتقدر على الاقل يبقى في وقت شويه لحاجات تانيه ممكن تعملها بعدين. دي حاجه. وبعدين كمان لازم ما اقللش من قدرات نفسي، ان انا ولا عمري هعمل حاجه وده فلانه مثلا بيجاوب قد كده وما جاوبش حاجه مش عارفه. ده كل ده غلط على فكره. اللي بيفرق بين حد وحد هو المجهود والتعب، وان كلنا عندنا مخ وكلنا بنفهم. الفرق في الشخص اللي يعني اللي بيذاكر كويس واللي بيطبق اللي بياخده ولا لا. يعني دي اهم حاجه. وبعدين لازم ان انا فعلا يعني ابقى مركز في الحاجه اللي انا باخدها، بركز في الاهم فالمهم، مش اقعد اركز في الماده بحبها. طب ما انت بتحبها يعني اكيد بتذاكرها كويس. يعني انا المهم اركز في الماده اللي انا بكرهها الاول، اللي انا حاسس ان هي فيها مشكله، هي دي اللي انا اركز فيها يعني. وبعدين احاول دايما ان انا يعني اعلي من طموحي. يعني انا ممكن اقول حاجه انتوا ممكن تتريقوا عليها، بس فعلا انا لما جبت الدرجه دي انا عيطت، مش من الفرحه ومن الزعل. ليه؟ لان انا ما كانش اللي هاممني يعني مجرد ان انا جبت درجه عاليه وخلاص. لا، انا بحب ان انا يعني انا شايفه نفسي
زي اللي يكتب الوزاره زي التقويم. ملزمه المستر بقى حسب المستر، يعني كل مستر بقى، يعني انت اكيد بتبقى عارف المستر اللي بيبقى كاتب الحاجه اللي في الكتاب مثلا ومزود عليها، ولا اللي بيبقى مقلل شويه كده. المهم يعني تحاول تتعامل بذكاء شويه مع المواد، مع الاهم فالمهم زي ما قلت، وتحاول ان انت ما تقللش من قدرات نفسك زي اللي انا بقوله، وتحاول ان انت تعرف ان انت يعني هي اتعب دلوقتي ومش هتستريح بعدين ماشي، بس هتحقق على اللي انت عايزه يعني. بس وبعدين كمان الصحبه بقى الصالحه اللي مش بتنزل لتحت، عشان في فعلا اصحاب ممكن مثلا يا عم بقى البس النهارده ازاي، يا عم خلاص بقى خلصنا ومش عارف، لا مفيش الكلام ده بجد والله. حاولوا تنطقوا فعلا، يعني مش بقول لك خاصم يعني الناس اللي تعرفها، بس فعلا حاول ان انت تقرب من الناس اللي هي ترفعك لفوق، واللي انت وتخلي في منافسه شريفه. ما على فكره التفوق ما بيجيش ابدا بان انت تخبي معلوماتك وتقول بقى داري على شمعتك تقيد ولا خالص، يعني الحسد موجود وكل الكلام ده، بس والله ربنا فعلا بيبارك للواحد اللي هو بيحب الخير لغيره قبل نفسه او مع نفسه، لان في ناس ممكن تقول دي مبالغه، لا بالعكس والله انا شايفه في ناس كده فعلا بتحب الخير لغيرها. تحاول تشرح لزمايلك واصحابك اللي عندهم مشكله في ماده معينه مش هيحسدوك، او حتى لو حسدوك فالله خير حافظا زي ما بيقولوا يعني، وربنا ما بيضيعش تعب حد والله مهما كان، يعني حتى لو ضيعت وقت الفتره اللي فاتت دي كلها تقدر تبدا دلوقتي، بس ما تضيعش اكتر من كده. بس هو دي يعني اهم حاجه انا شايفه، يعني معظم الحاجات دي اهم حاجات افتكرتها دلوقتي يعني، بس بالتوفيق ان شاء الله يعني. بس كلمة على والدة الأستاذة مي عن دور الأسرة في أنت إزاي توفر الأجواء عشان الطالب يوصل اللي هو عايزه. بس معناها